تعالوا بينا ندخل على أحداث قصتنا الجديدة واللي بتدور كلها مع اتنين بيقرروا يتحبسوا بإرادتهم جوه غرفة لمدة 50 يوم مقابل 5 مليون دولار. خدوني معايا، يا ترى ايه الدافع اللي ممكن يخلي حد يقبل بعرض زي ده؟ وهل هيقدروا يكملوا ال50 يوم من غير ما حد فيهم ينهار وينسحب؟ هنعرف كل ده، ولكن تعالى بقى اما احكيلك القصة من أولها. وقبل ما نبتدي حبيت أفكرك الأول تنزل بسرعة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان تكون أول واحد يوصله إشعار نزول أفلامنا ومسلسلاتنا الجديدة اللي هتنزل هنا على القناة. وبينا ندخل على قصتنا النهارده. بتبتدي القصة مع كيت ومايك وهم جوه الأوضة، والمتحدث الآلي بيشرح لهم قواعد اللعبة، واللي بيقول لهم إنهم لازم يقضوا جوه الأوضة 50 يوم عشان يقدروا يكسبوا ال5 مليون دولار كاملين، وفي حالة إن لو حد فيهم قرر ينسحب هيخرج من غير فلوس خالص، والطرف اللي هيفضل جوه الأوضة هياخد 1,000,000 واحد بس حتى لو قضى ال50 يوم كلهم. وبيقول لهم لو عاوزين يبدأوا تحدي يضغطوا على الزر الأحمر اللي موجود قدامهم. فبيضغط كيت ومايك على الزر وتبدأ اللعبة، وبنفهم ان كيت ومايك كانوا على علاقة ببعض، وده لانهم بيتفقوا انهم هيقسموا الفلوس ما بينهم بتساوي، وكمان هيستغلوا وجودهم مع بعض الفترة دي عشان يصلحوا علاقتهم. وبيبتدي يتكلم كل واحد فيهم عن احلامه وعن الحاجات اللي عايز يعملها كل واحد فيهم بالفلوس لما يكسبوا. وبنفهم من كلامهم عن اهدافهم ان مايك شخص فوضوي وعشوائي وغير منظم وبيحب التجديد، على عكس كيت اللي تبقى شخص منظم ومسؤول وبيحب الحياة كده وبتمشي بشكل نمط. وفي اثناء ما هما بيتفرجوا على الغرفه اللي قاعدين فيها بيلاقوا قدامهم شاشه مكتوب فيها شويه اختبارات وتعليمات، فبيختاروا الاكل وبيكون ده وقت العشاء. ولما بيجي لهم الاكل بيلاقوا انه عباره عن علبه لبن مخلوطه بالبروتين وملهاش اي طعم ولا اي ريحه. فبيقول مايك انه اكيد الفطار والغدا هيكونوا احسن. وبعد ما بياكلوا بيقرروا انهم يناموا، وبتظبط كيت المنبه من نفس شاشه اللمس اللي طلبوا منها الاكل، وتسال مايك ان كان في وقت معين عايز يصحى فيه، فبيقول لها تظبط المنبه على الوقت اللي تحبه. وبيضطر كيت ومايك انهم يناموا على نفس السرير، وده لان الغرفه ما بيكونش فيها غير سرير واحد بس. وبيحاول مايك انه يقرب من كيت لكنها بترفض، وبتقول له ان بروفيسور بافلو وده بيكون المسؤول عن اللعبه اكيد مراقبهم. وتصحى كيت الصبح وبتدخل الحمام وبتلاقي ان الغرفه جايبه لها لبس وبتغير كيت وبتلبس الهدوم، وبنشوفها وهي بتمارس اليوجا وبتحاول تعمل لنفسها نظام تقضي بيه يومها كل يوم عشان تقدر تحافظ على نفسيتها من غير ملل، على عكس مايك اللي بيبقى زهقان جدا طول الوقت وباصص على الساعه الرقميه اللي تحسب الوقت. فبتقول له كيتي بطل يراقب الوقت وبلاش يفكر كتير عشان يقدر يعدي الوقت من غير ما يحس بيه. وبيجي وقت الفطار واللي بيكتشفوا ان نفس نوع العشاء واللي اكيد الغدا كمان هيكون من نفس النوع. بيعدي كام يوم على وجودهم جوه الاوضه لحد ما بيوصلوا لليوم 23، وبيبان على مايك انه بدا يزهق على عكس كيت اللي بتكون محافظه على هدوءها. فبيشوف مايك حشره على الارض فبيروح عليها وبيحط لها شويه من اللبن اللي معاه. فبيكلم المتحدث الالي وبيقول له ان الطعام مسموح بيه بس للمتنافسين. فبيقرر مايك انه لازم يخرج الحشره بره القاعه عشان تقدر تعيش. فبتقول له كيت انه ما ينفعش يضغط على الزر الاحمر لانه كده يعتبر منسحب وهيخسروا 5 مليون. فبيحصل بينهم خلاف وبيقول لها مايك انها شخصيه قاسيه ومش بيهمها غير نفسها وبس، بيكون مصمم انه يخرج الحشره بره الغرفه. وبتسيبه وتمشي، وهي ماشيه غصب عنها بتدوس على الحشره وبتموتها. وبسرعه بتعتذر لمايك لكنه مش بيصدق انه ما كانش قصدها وبيبعد عنها وما بيكلمهاش. وعلى شاشه التعليمات بيبقى مكتوب انه ممكن يحصل على جايزه مقابل جزء من الفلوس. فبيختار جايزه وبتكون قيمتها 100,000 دولار. فبتقول له كيت ان الفلوس دي هتخصم من نصيبه هو. وبتطلع الجايزه عباره عن قلم الوان باللون الاخضر، فبياخده مايك وبيفضل يرسم بيه على الحيطه لحد ما بتطلب منه كيت انه يرسمها. فبيرسمها ولكن حسب ما هو شايفها. فبتقول له انها عايزاه يرسمها زي ما هي بشكلها العادي. فبيقول لها لو عايزه تشوفي نفسك بشكلك العادي روحي بصي في المرايه، لانه الرسم له طريقه تعبير مختلفه. فبتقول له كيت انه اساسا ما بيعرفش يرسم، وده سبب في انه بيقول كده. وبتقوم وبتسيبه. بعد شويه بتروح وبتعتذر له وبتقول له سبب عصبيتها انها مضغوطه وان الوضع طلع اصعب مما هي متخيله. فبيسامحها مايك. ولما بتقوم كيت عشان تدخل الحمام بتتفاجئ بوجود مسدس جوه، فبسرعه بتنادي على مايك اللي بيصدم اول ما بيشوفه. وبيقرروا انهم يتخلصوا منه عن طريق انهم يرموه في مكان الغسيل. ولكن ساعتها المتحدث الالي بيقول لهم انه ممنوع اي حاجه تتحط في مكان الغسيل غير الغسيل. فبيخبوه تحت سرير وبيخمنوا ان البروفيسور بافلو هو اللي ممكن يكون عمل كده. وبتقول كده لمايك ايه السبب اللي بيخلي البروفيسور يعمل كده. فبيقول لها مايك ان البروفيسور مهووس انه يراقب الحياه البشريه في ظروف متنوعه. بيعدي شويه وقت وبيكلم المتحدث الالي بيقول لهم ان المسؤولين عن التحدي طلبوا من اهل كل واحد فيهم يعمل فيديو للمتسابق عشان ما يكونش محروم من جميع العلاقات البشريه. بيشغلوا الفيديو الاولاني وبيكون من اخت مايك، واللي بتقول له ان وجوده في مكان زي ده فتره فرصه كويسه عشان ينسى كيت التوبيك. وبيخلص الفيديو وبعدها بيجي الفيديو الخاص بكده وبيكون من والدها، ولكن بتتعصب وبتقول انها مش عايزه تشوف حد. وبيفضل والدها يتكلم معاها وبيفكرها بذكرياتهم سوا، لكنها بتفضل تزعق وتعيط وبتبقى عايزاهم يقفلوا الفيديو لحد ما بتنهار وبتقعد جنب الحيط
الحيطة وبتفضل تعيط، وبنفهم ان عندها مشاكل مع والدها ومش عايزة تفتكرها. وتاني يوم بتبقى كيت داخلة في حالة اكتئاب وبتبقى مش قادرة حتى تقوم من النوم، وبتحكي لمايك عن ابوها وبتقول له ان كان ما بيصرفش عليهم، وكمان كان بياخد فلوسهم عشان يصرفوا على شرب الخمر، وانه حاليا قاعد في دار مسنين، وانها عارفة انها مش لازم تسيبه بس كمان مش قادرة تسامحه. ولما بتقوم كيت بتطلب من مايك يطلب الجايزة التانية بتاعته، وبنشوف مايك وهو بيطلب جايزته تانية واللي بتبقى بمقابل $250,000، واللي بتطلع عبارة عن بنت مش لابسة هدوم خالص. ولما تخرج كيت بتتفاجئ بيها جدا لدرجة انها بتتخض من شكلها، فبيحاول مايك انه يبرر لها وبيقول لها انه ما كانش يعرف ان جايزته هتبقى بنت، فبتطلب منه يقلع التيشيرت بتاعه وبتخليها تلبسه. وبيبان على كيت انها غيرانة من البنت جدا طول الوقت، بتبعد مايك عنها. ولما بيسألوها ان كانت تعرف معلومات عن المكان اللي هم فيه ولا لا، فبتقول لهم انها ممثلة وانها ما تعرفش اي حاجة عن المكان اللي هم فيه، وان في حد هو اللي طلب منها تيجي هنا بمقابل مادي كبير، لكن ما بتصدقهاش كيت وبتكون شاكة فيها على عكس مايك اللي بيكون مصدقها كده. وفي تاني يوم بتقرر كيت انها تطلب اول جايزة ليها واللي بتطلع حبوب هلوسة، وبيتعاطوا هما التلاتة منها، وده بيخليهم يتهيأ لهم حاجات. وبيشوفوا مايك طفل صغير بيقع في المية وبيغرق، وما بيعرفش مايك انه ينقذه، وبيفضل يصرخ باسم حد اسمه شون. فبتروح بسرعة كيت والممثلة عشان تهديه وبتقول له ان موته ما كانش ذنبه. فبيقول لها مايك وهو بيبكي انه عايز يخرج من هنا، بيفضل يكرر الجملة لحد ما بيروح في النوم. وبتتكلم كيت مع الممثلة وبتقول لها ان شون يبقى اخو مايك صغير، وانه يوم ما غرق وكان مايك واخد حبوب هلوسة ومعرفش ينقذه. وثاني يوم بتقوم كيت من النوم بتلاقي الممثلة مش موجودة، وتفرح كيت انه اخيرا خلصت منها، لكن بتلاحظ كيت وجود جملة مكتوبة على الحيطة معناها ان مايك دخل في علاقة مع الممثلة. فبتصحي كيت وهي متعصبة وبتتخانق معاه، وبيقوم لها مايك ان مفيش حاجة حصلت بينهم، لكنها ما بتصدقهوش وبتبقى متعصبة منه لدرجة انها بتزقه وبيقع على الارض وبيتعور وراسه بتفضل تنزف. فبيقول لها انه موجوع جامد محتاج لدكتور، لكنها بتقول له ان النزيف هيقف دلوقتي، وبتحاول انها تعالج الجرح باي طريقة. بيبقى مايك باصص لها باحتقار ومش مصدق اللي هي بتقوله، وبيقول لها انها انانية وقاسية ومش هاممها غير الفلوس، وانها على استعداد تسيبه ينزف عشانها. وبيقول لها كمان انها دايما شاكة فيه وحبه ليها على الرغم من كل اللي عمله معاها، وعلى الرغم من انه خسر كل اصحابه بس عشان سابها. وبيقول لها انه هينسحب لان وجودهم في المكان ده هو اللي هيخليهم يخسروا بعض. فبتحاول كيت انها تقنعه ما يعملش كده، وبتقول له انه بيقول كده عشان هو طول عمره عايش متنعم بالفلوس ومش فارقه معاه، لكن هي عمرها ما كانت عايشه زيه. لكنه بيصمم انه ينسحب وما بيكونش قدام كيت غير انها تهدده بالمسدس. بيتخض مايك جدا بسبب الانسانه اللي شايفها قدامه كانه ما يعرفهاش، وبيقول لها بلاش تسيب الفلوس تاثر على حقيقتها، وبيديها ظهره وبيمشي، فبتضرب طلقه في الهواء كتهديد، لكنه ما بيفرقش معاه وبيضغط على الزر وبينسحب. وبتفضل كيت مكمله في تحدي، وبتبقى بتقضي الايام اللي فاضله مش بتعمل اي حاجه غير انها بتنام لحد ما بتخلص المده وبتخرج كيت. وبنشوفها وهي خارجه من دار المسنين بصدفه وبتقابل مايك وبيسلموا على بعض، وبتقول له انها كانت في زياره لوالدها، وبيتمشوا سوا. ولما بيسالها هي عملت ايه بالفلوس مش بترد عليه، وبتغير الموضوع. وبيبان قدامنا اللوحه اللي على دار المسنين انه تم انشائها من قبل متبرع مجهول، وبنفهم من ده ان كيت هي اللي انشأتها بالفلوس اللي كسبتها. وهنختم احداث قصتنا على كده. ولو انت متابع جديد ما تنساش تشترك بسرعه في القناه وتفعل كمان زر الجرس عشان تقدر تتابع كل اجزاء الافلام والمسلسلات اللي هتنزل هنا على القناه. سلام.